ازيكم يا احلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده اكله من اكتر الاكلات اللي انا بحبها جدا، المرجحه لقلبي جدا جدا يعني. هنعمل النهارده سمك بلطي مشوي من غير فرن ولا اي افتكاسه خالص. هنعمله على البوتاجاز عادي. وهيطلع مشوي تحفه وريحته تجنن. وهنعمل كمان رز صياديه مفلفل وريحته بجد بجد هتقلب الدنيا. اول حاجه، تعالوا معانا كده نحضر الصياديه. انا هبدا الاول. عندي بصلتين وسط وبصل احمر. البصل الاحمر ده يا جماعه بيكون حامي جدا عن البصل التاني الابيض. فبيدي طعم اقوى وريحه يعني بتكون باينه جدا في الاكل. بعد كده هقشرهم وانزل بيهم في الكاب، بفرمهم فرم خشن، او ممكن ان انا اقطعهم على ايدي كده مكعبات صغيره. انزل في حله صغيره بمعلقتين سمنه ومعلقتين زيت، وما استناش عليهم قوي لما يغمق السمنه معايا عشان البصل ما يحماش كمان فيها. لو انا عايزه الرز يكون معايا بني غامق كده ويكون يعني واخد لون تقيل كده. هسيب البصله تتحمر للاخر جدا لحد ما تاخد لون بني غامق كده قبل ما تتحرق كده بحاجات بسيطه. طب لو انا عايزاه يكون هادي كده ومش حامي على صدري وكده وما يتعبنيش، فانا هصفره بس. فانا النهارده انا بس اديته لون ذهبي كده بسيط، مش عايزاه بني عشان ما يبقاش حامي عليا. بس هنزل بقى هسيب انا هنا سبت البصل علشان ياخد اللون البني، ورحت معايا عشان احضر التتبيله بتاعه السمك. انا معايا كيلو ونص من السمك البلطي البحاري. في فرق يا جماعه ما بين السمك البلطي البحاري والمزارع. بجد بجد احلى سمك ممكن تاكليه في حياتك هو السمك البحاري ده. طعم بقى وريحة بقى، مفيش زفارة، مفيش حاجة. يعني مفيش حاجة اي كيماويات داخلة فيه ولا اي حاجة، هو جاي من البحر بس كده. اكله طبيعي جدا. بيكون كويس جدا وبيكون طعمه كمان بيبقى معاكي كويس جدا جدا وهتحبيه وجربيه على ضمانتي بجد. وده من احلى الوصفات اللي انا عملتها، احلى انواع سمك حقيقي. بعد كده انا عملت له التتبيله بتاعته. انا قطعت بصل، ما كانش عندي كزبره، المفروض ان انا اصلا بحط كزبره بس انا ما كانش عندي كزبره خضراء. فانا قطعت له بصل كده صغير، وقطعت كمان طماطم مكعبات صغيره. بعد كده تبلتهم، نزلت عليهم بمعلقتين ملح ومعلقتين توابل سمك. وكمان نزلت عليهم بتوم، معلقتين توم مفروم انا كنت مفرزاه في الفريزر. بعد كده قلبتهم مع بعض لحد ما عملوا ميكس كده مع بعض. انا طبعا كنت منضفه السمك ده ونقعاه وشلت الزعانف بتاعته. فتحت بس قلبه ونضفته كويس، خليته ابيض 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 من جوه. حاجه نظيفه جدا وريحه كويسه جدا. ونقعته كمان في محلول حوالي نص ساعه لحد ما بقاش فيه ريحه زفاره خالص. وبعد كده قمت متبله قلبه بقى. انا تبلت القلب بقى بالتتبيله دي وبحطها فيه، يعني بسيبها حوالي نص ساعه كده في التتبيله. وكمان عملت عليه فتحات كده ودخلت فيها التتبيله برضو علشان السمك من جوه كمان يتشرب التتبيله. وسبته في التتبيله نص ساعه. وبعد كده انا بشيل التتبيله اللي انا عملتها من على السمك علشان لو اتحطت عندي في المقلايه يعني هتتحرق. فانا بشيل التتبيله من عليه خالص لانه كده خلاص اخد طعم التتبيله معايا. وبعد كده ببدا بقى ان انا هبدا ان انا اشويه. انا حطيته في لفيته كده في رده، لان الرده هي اللي بنستخدمها للشوي. انا بحط الرده دي في علبه وبحطها في التلاجة وبتغيب معايا فتره، يعني ممكن تغيب سنه معاكي عادي ما يحصلهاش اي حاجه. بطلع منها على قد الاستعمال وبدخلها تاني وهكذا، يعني بتفضل معايا فتره طويله جدا. انا بحط على الرده دي شويه ملح وشويه بهارات. وببدا ان انا الف السمك فيها وبسيب السمك في الرده دي شويه قبل ما اشويه. انا هنا كان البصل اصفر مني خالص. وبعدين نزلت بقى بالرز. انا كنت نقعت الرز ده حوالي نص ساعه، حوالي سوري 10 دقايق في الميه. وبعد كده صفيته من الميه. ونزلت بيه بقى في الحله بعد ما البصل كان خلاص اخد لون معايا بني وكانت ريحته بجد قلب الدنيا. بص هنا يا جماعه كان البصل خلاص والرز عليه شرب الميه. فابتدي ان انا هوطي عليه جدا، احطه على عين تانية كده واوطي عليه البوتاجاز بقى واسيبه خالص يكون واطي كده. وهيطلع معايا اطعم رز مفلفل ممكن تاكليه في حياتك بجد، من غير اي اضافات خالص، من غير اي افتكاسه خالص.
انا هنا كنت شويت واحده كده، كنت مستعجله فعملت واحده كده بسرعه. انا بجيب اي جريل او اي دي انا مخصصاها للشوي، بس لشوي السمك. فانا جبتها. وبعد كده هحط عليها السمك يتشوي. انا زي ما قلت لكم انا قلبته في الرده. وبعد كده احطه بقى على المقلايه. هو الميه اللي فيه دي انا كنت مدياله بس معلقه زيت علشان ما يتحرقش مني قوي، عشان احنا مش بنحب يكون من بره محروق قوي. زي ما انتم شايفين هنا هو كان يتشوي خلاص معايا وبقى كويس جدا. وكمان الفتحات اللي انا عملتها دخلت البخار جوه فاسهل، فبقى يعني طب بسرعه. والرز كان طلع خلاص معايا مفلفل جدا، حوالي نص ساعة. بس. وهنا السمك كانت شوي والرز كان خلاص خلص. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. واشوفكم في فيديو تاني على خير.